المكرونه بتاعتي الحلوه. خلاص كده، خلاص تمام. بحب قوي اعملها في الحلل دي، بتبقى جميله جدا. مش عارفه ليه بتبقى لها طعم مميز كده الحلل دي. يعني مامتي بتعملها في الحله دي بتبقى ما شاء الله. نفسي يعني اعملها كمان زي طعم ما ماما بتعملها. بصراحه بتعملها رهيبه. والحلاوه اللي بتحليها برضو ان انا بكتر فيها الفلفل الاسمر، والزيت بيكون مع الصلصه يكون كويس، يخليها مفلفله وحلوه. نكمل معانا نضربها. هو انا ممكن اعمله في الكبه وكل حاجه، بس الكفته المشويه او عامه الكفته عامه بتحب البصل يكون معمول كده. البصل كده ممكن نعمل لها صوص بصل على الطماطم على الفلفل، تحمر في الزيت ونعملها كده. يعني لسه ما قررتش، بس معانا كيلو كتير من الكفته ان شاء الله تطلع جميله. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنمسك البصل كده كده، ننزل العصارة بتاعت البصل. عشان تبقى تمسك في بعضها. كده تمام. ننزل بالكفتة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. نمسك الكفتة نقلبها بالمرة، ويتقطع بقى بتاع. تمام. نجيب لها البهارات بتاعتها، شايفين الدهون اللي فيها، فهي هتتشوى ان شاء الله. مش هحمرها ولا اي حاجه لان فيها نسبه دهون عاليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه بقى؟ نجيب خلطه الكفته بتاعتنا وبنحطها عليها. بس المستوى الكويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الكفته معانا انا ان شاء الله الدهون فيها كتير قوي بصراحه يعني.
فيها نضيف لها خلطة الكفتة المشوية. نضيف بقى خلطة الكفتة. التوابل بتاعتي انا بحط الملح كتير عشان الخلطة دي بيبقى فيها ملح، ممكن نشيل شوية كده عشان متبقاش حادقة معايا قوي. والفلفل الاسمر حلوين كده. المكونات مع بعضها، امسك المكونات مع بعضها كده. لو انا عايزه افرمها فرمه في الكبه هفرمها، هعملها فرمه برضه في الكبه. لسه هنحط البيكنج باودر، هنحط معلقه صغيره بيكنج باودر. بس كده انا هفرمها برضه فرمه في الكبه. وما طفتش انا عليها شبت ولا كزبره، شبت كزبره.